قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم باش يوصلكم جديد الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أفادت الوزيرة فاطمة الزهراء العروسي في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الخامس لحزب البام أن وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي والأمين العام السابق أنه أعلن عن عدم الترشيح ديالو لولاية أخرى، حيث أضافت العروسي أن السبب هو انعدام رغبة وهبي وأنه مشغول بانخراطه في عدة أوراش اللي قالت أنها مهمة جدا للمغاربة، منها أوراش ملكية من بينها مدونة الأسرة اللي الآن فيه اللجنة اللي من بينها السيد الوزير عبد اللطيف وهبي. وأضافت العروسي أن قيادة حزب البام خلت وهبي بكل ارتياح للقرار اللي خدا رغم رغبة مجموعة من المناضلات والمناضلين باش وهبي يجدد لولاية أخرى. وفي الأخير نوهت العروسي بوهبي وقالت أنه كان أمين عام ناجح. وعقب نهاية أشغال المؤتمر الوطني الخامس لحزب البام بعث الملك محمد السادس نصره الله ببرقية تهنئة إلى فاطمة الزهراء العروسي بمناسبة انتخابها منسقة لقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. وإلى جديد آخر، أستودعكم الله.